ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ طبعا الفيديو اللي فات عملنا توب 10 لافلام الانجليش، وبعتذر لتاني مره اللي انا مش هقدر اعمل توب 5 او 10 مسلسلات انجليش، لان انا للاسف ما اتفرجتش على حاجات انجليش مسلسلات يعني كتير السنه دي. فهنعمل توب 5 افلام عربي دلوقتي ان شاء الله. الحلقه الجايه توب 5 مسلسلات عربي. اتمنى ده يعجبكم، ويبقى قولوا لي برضو القائمه بتاعتكم وقولوا لي رايكم في الكلام ده. بس قبل ما نعرف وقبل كل حاجه، يا ريت يا جماعه ارجوكم لو سمحتوا نعمل لايك وشير وسبسكرايب للشانل، اشتركوا على انستجرام بيج او فيسبوك بيج، اعملوا فولو على تيك توك، ويلا بينا بقى نعرف ايه هم التوب 5 افلام عربي ل 2023. رقم 5 معانا وهو فيلم يوم 13. يوم 13 كان بيروج له ان هو فيلم يبقى رعب و3D وحاجات كده والكلام ده كله، بس لما نزل هو طبعا نجح واتشاف وكل حاجه. يمكن ليه انا حاطه رقم 5؟ لان الصراحه التجربه كانت حلوه، طريقه التصوير كانت حلوه. الفيلم فكرني شويه بفيلم ايدنتيتي بتاع جون كيوزاك، ده كان فيلم حلو بتفرجوا عليه يعني كترشيح، يعني لو مش اتفرجتوش على الفيلم وبتفرجوا على الفيلم يوم 13 برضه هو فيلم حلو ويستاهل يعني. 13 كان فيلم ممتع، التويست كان حلو، التويست يعني كان معمول حلو، الاخراج كان جميل، التصوير كان حلو، واحمد داوود كان عامل دور حلو، يعني كل الممثلين كانوا كويسين. فانا الفيلم كان بيتكلم عن واحد مسافر بقاله كذا سنه وبيرجع لبيت، البيت ده المفروض ان هو فيه حاجه غريبه والكلام، بتشوفوا مشاهد رعب بقى وسسبنس والنوع من انواع الكلام. بس اوفرول كان فيلم حلو وعجبني الصراحه، فارشحه اللي انتوا تتفرجوا عليه ده لو انتوا ما شفتوهوش يعني. ونروح لرقم 4 معانا وهو فيلم شماريخ لعمرو سلامه وآسر ياسين وأمينة خليل والفنان الراحل مصطفى درويش. كل دول كانوا في فيلم شماريخ. فيلم شماريخ هو طبعا احنا عملنا ريفيو عليه، لو حابب تعرف رايي ايه عجبنا ولا ما عجبنيش. بس يعني الفيلم يعني يعتبر ده الفيلم اللي تحسه كوميرشال شويه لعمرو سلامه. عمرو سلامه عاده افلامه بتبقى فيها قصة عميقة، مش عارف ايه، كوميدي مثلا بيبقى كلام، بس لأول مرة كان فيلم كوميرشال معمول ان انت تتفرج عليه وتستمتع وخلاص. بلس اللي هو فيلم اكشن وسسبنس وحاجات كده يعني. بس كان فيلم حلو يعني، كان فيلم انا كنت خارج من السينما كان حلو وكل حاجة. يمكن كان في مساحة اكبر ان احنا نحسن من الكلام ده. لو عايزين بالمناسبة، لو عايزين يعني نعمل ترتيب افلام لعمرو سلامة كمخرج يعني، وعمل 7 افلام، ده كان 7 فيلم. فلو حابين نعمل ترتيب يعني فيديو لترتيب افلامه يبقى قولوا لي وان شاء الله نعمل الحكايه دي. بس انا بكلمكم الفيلم كان حلو وممتع جدا، وهو موجود في السينما دلوقتي اصلا. فلو حد حب يتفرج على فيلم كخروجه حلوه مع اصحابه ولا حاجه، ممكن يتفرج على الفيلم ويستمتع بيه. ورقم 3 معانا هو فيلم بيت الروبي. فيلم بيت الروبي هو فيلم يعتبر اعلى فيلم في تاريخ السينما. واحد يقول لي طب انت ليه حاطه في رقم 3 مش 1 مثلا؟ لان رقم 2 و1 عجبوني اكتر. رقم 3 اللي هو بيت الروبي كان فيلم ممتع وجميل وكل حاجه، بالذات ان كريم عبد العزيز ملوش ولا فيلم وحش لو تاخد بالك يعني. لو تفكر في كل افلامه ملوش فيلم انت تقدر تقول عليه مش حلو او وحش او كان ممكن يبقى احلى. روبي حلو وعجبني وكل حاجه، بس في حته الرساله دي كان ممكن تتعمل احلى، كان ممكن تتعمل بشكل غير مباشر اكتر. الموسيقى كانت جميلة من خالد حماد، كانت جميلة جدا، التمثيل كان جميل، كل حاجة كانت حلوة الصراحة في الفيلم. ورقم 2 معانا وهو الفيلم اللي نجح واتشاف، بس حاسس ان هو مش واخد حقه، وفي ناس كتيرة ما بتتكلمش عليه، وفي ناس كتيرة ما تعرفش ان هو نزل، وهو فيلم البطة الصفراء اللي من بطولة محمد عبد الرحمن وغادة عادل. وكان فيه كذا حد في الفيلم يعني. كان الفيلم اخراج عصام نصار يعني، اللي هو الراجل ده افلامه عاده ما كانتش قويه قوي، بس الفيلم ده كان معمول حلو الصراحه، لان فيلم يعتبر فيلم سوداوي شويه، فيلم مش سوداوي قوي بس كان فيلم فيه شويه بلاك كوميدي او نوع من انواع ده يعني. فيلم كان باختصار بيحكي عن دكتور في الجامعه بيتورط في مشكله وبيحاول يحلها وحاجات كده كتير. فيلم لذيذ، انا مش عارف هو ليه ما اتشافش قوي يعني. انا حتى لما كنت دخلته في السينما ما كانش في ناس كتيره موجوده، بس انا ارشحه جدا للناس تتفرج عليه. فيلم عجبني الصراحه وحلو يعني، فادوا له فرصه. ونروح بقى لرقم 1. ورقم 1 دي هتبقى سبليت ما بين فيلمين. الفيلم الاول هيبقى فيلم
فوي 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 بتاع محمد فراج، اللي عملنا عليه ريفيو، اللي اتكلمنا عليه واللي عجبني جدا الصراحه. ممكن تعرف رايي كامل على الفيلم لو شفت الريفيو. كتجربه اولى المخرج في افلام يعني، اللي هو عمر هلال، كان عامل شغل حلو، كان فيلم عجبني جدا. فكره قصه الهجره، وفكره ان ده فيلم بلاك كوميدي برضه، كان فيه قصه بتتناقش، والمصير اللي حصل في الاخر كان عامل ازاي. كل ده كان جميل وعجبني جدا وحلو وكل حاجه. بس نروح لفيلم بقى السبليت التانية، النص التاني. الفيلم اللي عجبني برضو جدا هو فيلم وش في وش. فيلم وش في وش بالمناسبة انا ما عملتش عليه ريفيو، بس انا عجبني جدا فيلم وش في وش. شايفه فيلم رائع، فيلم حلو جدا. فيلم بيتكلم عن مشكلة ما بين واحد ومراته بتحصل، وعائلتهم بيتدخلوا وبيتحبسوا في البيت ده. المفروض ان دي فيلم كله بيحصل احداثه بتدور في ليله واحده، وبتشوف ايه اللي بيحصل. هو فيلم كوميدي وفيلم برضه اجتماعي، بس فيلم ممتع جدا وفيلم حلو. انا ما كنتش متوقع ان الفيلم يبقى حلو قوي كده. فانا بالنسبه لي الفيلمين دول في نفس المستوى بجد، ما كنتش عارف احط مين افضل من مين، لان الاتنين حلوين جدا. ففيلم وش في وش فيلم رائع، فيلم هاجم كذا حاجه، بس هو برضه مش مجرد فيلم بيضحك ولذيذ، برضه فيلم جميل، وفيلم فيه تمثيل من امينه خليل حلو، من محمد ممدوح، محمد شاهين، وكمال، واحمد خالد صالح، واسماء جلال، وكان فيلم كذا، كان في كذا حد، وتقريبا سامي مغاوري وانوشكا وخالد كمال. والفيلم كان مليان يعني، كان في مليان وكان في ضيوف شرف برضه. بس كان فيلم جميل الصراحه، انا كنت خارج منه مبسوط. وكان اخراج وتاليف وليد الحلفاوي يعني. كان فيلم حلو، فالواحد كان خارج بجد من الفيلم ده كان مبسوط. على عكس انا ما كنتش حاطط اكسبكتيشن على الفيلم، لان انا كنت عارف ان انا هخرج من الفيلم مبسوط جدا، لان انا سامع اراء وسامع تنبؤات ان ده هيبقى فيلم قوي، وكان مديله زقه ان ده فيلم هيترشح للاوسكار او هيبقى فيه. بس للاسف طبعا الكلام ده يعني الفيلم رانكينج بتاعه كان يعني ما دخلش في الحته بتاعت الاوسكار، فمش فاكر كان رانكينج حاجه و20 حاجه كده، فللاسف مش هيبقى في الترشيحات الرسميه بتاعت الاوسكار. بس اوفرول افلام حلوه جدا، وبتفرجوا عليها 5 افلام دول. ومعنى اللي انا حاطه في التوب معناه اكيد اللي هو فيلم حلو، بس اكيد ده معناه ان انا زي ما انا عملت توب 10 انا نفسي اعمل توب 10 لافلام عربي. فيا ريت يبقى احنا السنه دي لو خدتوا بالكم احنا ما عندناش فيلم زي كيرة والجن كده، كان فيلم قوي وجامد يعني. ما ينفعش اللي هو عايزين نشوف برضو حد يعمل فيلم بالتقل ده بالقوه دي، سواء فيلم كوميدي، فيلم اكشن، فيلم سسبنس، فيلم رعب. يا ريت فيلم ايا كانت الجونر بس يتعمل حلو، يتعمل قوي. ما اطلعش في اخر السنه اقول توب 5، لا اقول توب 10 واتحير كمان اللي هو ازاي، طب احط ده فين وده في رقم كام وكده. ده حاجه حلوه، بس ده ما كانش موجود قوي السنه دي. بس برضو السنه دي كان فيها افلام حلوه الصراحه. بس ده كان كل رايي وكل كلامي في الافلام كلها. اتمنى طبعا تقولوا لي التوب 5 او التوب 10 لو عرفتوا يعني الافلام العربي كلها اللي شفتوها السنه دي، وقولوا لي ايه رايكم في الكلام ده كله. واتمنى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للشانل. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، باي باي.